العلاقات بين الأردن وأذربيجان وثيقة جدا، ويرعاها جلالة الملك عبد الله الثاني المعظم مع أخيه فخامة الرئيس إلهام علييف، لأن هناك صداقة وثيقة وهناك زيارات متبادلة وهناك اتفاقيات كثيرة وقعت بين الجانبين. ويأتي اليوم إشهار كتابنا جديد وهو بعنوان وطن وقيادة الرئيس الأذربيجاني الراحل حيدر علييف مؤسس أذربيجان الحديثة، بمناسبة مئوية الرئيس حيدر علييف التي تحتفل بها أذربيجان طوال هذه السنة حتى عام 2023. فيأتي إصدار هذا الكتاب لتسليط الضوء على مؤسس أذربيجان الحديثة الرئيس حيدر علييف، والذي كان له دور كبير في بناء الدولة الأذربيجانية الحديثة، ويعني كان حريص على إدامة العلاقة مع دول العالم الإسلامي. تعرف بعد ما استقلت أذربيجان وكانت مع الاتحاد السوفيتي، الرئيس حيدر علييف بعبقريته أراد أن يعيد العلاقات مع العالم الإسلامي بما أنه أذربيجان دولة إسلامية. وقد أكمل المسيرة نجله فخامة الرئيس إلهام علييف، فهو يسير على خطى والده. وبهذه المناسبة أوجه التحية والتقدير لبطل التحرير فخامة الرئيس الأذربيجاني المناضل الرئيس إلهام علييف، الذي أقسم بأنه لا أذربيجان بلا كرباخ، وهذه كانت أمنية لدى والده المرحوم حيدر علييف، وفعلا أوفى بالقسم. أعاد الأراضي التي احتلتها أرمينيا، وأعاد ناغورني كرباخ بحملة عسكرية. فلذلك كان صادقا مع نفسه ومع شعبه، ويا ليت والده الرئيس حيدر علييف على قيد الحياة ليرى ما فعله ابنه البطل، بأنه يعني نفذ القسم وأعاد الأراضي المحتلة وأعاد ناغورني كرباخ إلى الوطن الأم. وبهذا المجال أنا لدي اقتراح من أجل يعني توثيق العلاقات الأردنية الأذربيجانية الثقافية، بأن يصار إلى يعني إقامة أيام أردنية ثقافية بالعاصمة باكو، أسبوع ثقافي أردني، وبالمقابل إقامة أسبوع ثقافي أذربيجانية في العاصمة عمان. الكتاب القادم من نصيب أي بلد؟ والله إن شاء الله، يعني أنا يعني عملت مؤلفات مع 5 دول صديقة، ويعني هذا في خدمة للثقافة وتقريب وجهات النظر بين هذه الدول مع الأردن. تعرف الأردن دولة صديقة لكل دول العالم، ويعني نهج الأردن الوسطية والاعتدال وعدم التدخل بالشؤون الداخلية لدول أخرى. الأردن دولة صديقة لكل العالم، وهذه سياسة جلالة الملك عبد الله الثاني والأسرة الهاشمية.